شاب ضاقت به الحياة وقرر شنق نفسه، وعندما لف الحبل على رقبته حدث شيء لا يصدق. خلف جبال الهيمالايا كانت تختبئ ولاية صغيرة، وكان يحكمها رجل كبير ذو خبرة ووقار، ولكن المرض كان قد أنهكه وأحس بقرب نهايته. وقد كان للحاكم ولد وحيد شاب في سن الطيش والمراهقة، وذات يوم أمر الحاكم ابنه بالحضور وقال له: يا بني، إني أشعر بقرب نهايتي، وسأوصيك بوصية، وهي إن ضاق بك الحال يوما ما وكرهت العيش، فاذهب إلى المغارة المظلمة خلف القصر، وستجد بها حبلا مربوطا في السقف، اشنق نفسك فيه لترتاح من الدنيا. وما كاد الحاكم ينتهي من الوصية حتى أغمض عينيه ومات. أما الوارث الوحيد للثروة فقد أخذ يبعثر ويسرف ويبدد على ملذات العيش وعلى رفقة السوء التي طالما حذره والده منها. وبعد برهة وجد الابن نفسه وقد نفذت تلك الثروة الهائلة، وتغير الحال، وتركه أصحابه الذين كانوا يصاحبونه لأجل المال فقط، حتى أقربهم من قلبه سخر منه وقال: لن أقرضك شيء، وأنت من أنفق ثروته وليس أنا. لم يجد الشاب ملاذا، وما عاد العيش يطيب له. بعد العز فهو مدلل متعود على طرف الحياة، ولا يستطيع أن يتأقلم مع الوضع المحيط، فما كان منه إلا أن تذكر وصية أبيه الحاكم وقال: يا أبتاه، سأذهب إلى المغارة وأشنق نفسي كما أوصيتني. وبالفعل دخل المغارة المخيفة والمظلمة، ووجد الحبل متدليا من الأعلى، فما كان منه إلا أن سالت من عينيه دمعة أخيرة، ولف الحبل على رقبته ثم دفع بنفسه في الهواء. فهل مات؟ هل انقضى كل شيء؟ هل هي النهاية اليائسة؟ أم أن الحال مختلف؟ نعم، فما إن تدلى من الحبل حتى انهالت عليه أوراق النقود من السقف، ورنين الذهب المتساقط من الأعلى يضج بالمغارة، وقد سقط هو إلى الأرض، وسقطت بجانبه ورقة كتبها له أبوه الحاكم يقول فيها: يا بني، قد علمت الآن كم هي الدنيا مليئة بالأمل. عندما تنفض الغبار عن عينيك وتدع رفقاء السوء، وهذه نصف ثروتي كنت قد خبأتها لك، فعد إلى رشدك واترك الإسراف واترك رفقاء السوء. لقد كان هذا الأب يعرف ابنه حق المعرفة، ويدرك جيدا ما قد يفعله بعد وفاته، وحبه لابنه دفعه أن يرعاه حتى وإن لم يكن معه، حتى بعدما فارق الحياة يقوم الأب بإنقاذ ابنه ويدله على الطريق الصحيح للعيش.